سخان الفلسطيني أكلة كتير طيبة، على قد ما مكوناتها بسيطة على قد ما هي فخمة. عادة بنعملها لما يكون زيت الزيتون معصور طازة، بنستخدم معه خبز الطابون والسماق البلدي. وأول خطوة رح نبلش فيها هلا إنه نتبل الدجاج. في صحن حطيت دبس رمان، عصير ليمون، وكمية سخية من زيت الزيتون والسماق البلدي، وتشكيلة البهارات رح تظهر قدامكم على الشاشة. وبعد ما تركته منقوع لمدة ساعة، فرمت عليه حبة بصل وغلفته وحطيته بالفرن لمدة ساعة ونص. لما استوى نزل عصارة أو هي خلاصة دجاج كتير طيبة رح نستخدمها لقدام. أما بالنسبة للبصل فأنا استخدمت البصل الأحمر وقطعته باستخدام القطاعة. الفيديو رح تلاقوه على قناتي. بسكب فوق زيت الزيتون البلدي تقريبا غمرت ربعه، وحطيت له رشة منيحة من الملح. خليتهم يغلوا على نار متوسطة لمدة تقريبا ربع ساعة. بعدين زدت لها كمية البهارات اللي رح تظهر قدامكم على الشاشة. وأهم مكون من هاي البهارات هو السماق البلدي، بنحط كمية سخية منه. بطفي تحتها وبزيد عليها زيت زيتون مش مطبوخ لحتى يعطي نكهة طيبة. باخد جزء من هذا الزيت المنكه وبدهن فيه الدجاج قبل ما ادخله تحت الشواية. برش له رشة سماق وبرجع بسقسقه بالمرقة اللي طلعت منه، وبدخله تحت الشواية حتى يتحمر. وهلأ بنطبق المسخن. جبت خبزة الطابون وغطيتها بالمرقة من كل الجهات، نقلتها على صينية رح تفوت الفرن، وغمرت وجهها كله بالبصل ورشيت لها رشة سماق. لما يطلعوا من الفرن سخنين ومقحمشين بعطيهم آخر رشة من المكسرات ومن السماق، وبكدسهم هيك فوق بعض وبحط عليهم الدجاج. ولا أطيب ريحة وطعم وأحمشة. صحة وعافية وإفطار هني يا رب.